إليكم عصير صحي منعش يعمل على علاج الإمساك، على تنظيف الكبد، وأيضا على تحسين مظهر البشرة، كما أنه يخلص من الدوالي. فوائده عامة وجمة. لعمله سنحتاج لحزمة من البقدونس، سنحتاج أيضا لحبة تفاحة كيفما كان نوعها، حتى التفاح الأخضر أيضا أو غيره يفي بالغرض. وسنحتاج لحبة من الشمندر. إذا نأخذ هذه المكونات ونقوم طبعا بتنظيفها، ثم نقطع حبة التفاح إلى أجزاء صغيرة، وأيضا نقشر حبة الشمندر ونقطعها هي الأخرى لأجزاء صغيرة، وطبعا حزمة البقدونس ننظفها جيدا. بعد ذلك سنأخذ الآلة التي تفصل الألياف عن العصير. يمكنكم أيضا استعمال الخلاط الكهربائي في حال لم تتوفروا عليها. نضع كل المكونات فيها. وضعت التفاح ثم حزمة البقدونس، وثالثا سنضع الشمندر أو البنجر، وبعد ذلك سنقوم باستخلاص عصيرها. نستخلصه شيئا فشيئا حتى نكمل الكمية التي وضعنا في الآلة. سنحصل على عصير بهذا اللون، وبعد ذلك سنقوم بإضافة عصرة ليمون حامض للكل، وطبعا نخلط الكل جيدا حتى تمتزج العناصر مع بعضها بشكل جيد. وبعد ذلك نقوم بشرب هذا العصير في الحين حتى نستفيد من فوائده. نشربه مرة واحدة يوميا. هذا العصير سيعمل على تخليصنا أولا من مشكلة الدوالي، ويحسن الدورة الدموية، كما أنه سيجعل مظهر بشرتنا رائع جدا. سيخلصنا أيضا من فقر الدم، سيخلصنا من الإمساك، وأيضا سينظف الكبد من كل السموم المتراكمة فيه، كما أنه سيحسن عملية الهضم ويجعلنا نشعر بالشبع. هو رائع جدا. كما ذكرت يوميا نستمر عليه وسنحصل على نتيجة أكثر من رائعة. إن كان لكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل